ما زهقتوش تصنيفات؟ مش كفاية فلان ده نرجسي، فلان ده تجنبي، فلان ده تعاطفي، أو تقسيمات تانية من نوع تاني اللي هي لأ ده قيادي، لأ ده ودود، أو تصنيفات من نوع تالت لأ ده سجن، لأ ده زهري، لأ ده هيوكا. في يا جماعة ما كفاية تصنيفات؟ احنا بشر، يعني جوانا كل الأنماط، كل الأنواع. انت بقى بتعلي ايه وتقلل ايه؟ ده محتاج تبقى فاهم اصلا انت ليه بتعلي ده في الموقف ده وليه بتقلل ده في الموقف ده. لكن في الاخر انت بني ادم في كل حاجة، في كل الانماط، بيختلف تبعا للمواقف وتبعا للشخصيات اللي انت بتقابلها. حتى لما اتعلمنا آيات المنافق مش عشان نحكم بيها على بعض، ده عشان احنا نفهم نفسنا، نعرف غلطاتنا فين، مش عشان نجلد بعض. بطلوا تشتغلوا جلادين على بعض، واللي بيعلموكوا الأنماط هم نفسكوا بيقولكوا ما تحكموش على بعض. يبقى ازاي عمالين تحطوا تصنيفات على بعض؟ ازاي عمالين تحطوا أحكام على بعض؟ بطلوا تشتغلوا جلادين على نفسكم وعلى الآخر. انت بني آدم، فيك كل حاجة، فيك الحلو وفيك الوحش. حب نفسك بحلوك بوحشك بكل ما فيك. افهم ليه الأنماط دي معمولة، افهم احنا ليه فاهمينها، ليه بنتعلمها. ده جزء من تحليلنا للشخصيات، مش عشان التقسيم والجلد، لكن عشان نفهم ده بيعلى هنا ليه وده بيقل هنا ليه، وامتى ده بيظهر وايه اللي بيستفزه عشان يظهر وايه الجرح اللي وراه. اعرف العيب ده ايه، واعرف بيظهر ليه، اعرف جايلك منين. كفاية جلد. حب نفسك، حب عيوبك، حبها وعالجها، مش حبها وكبرها. يعني ما تحطش مسمى على نفسك وتفضل عايش بيه. ما انت هتاخد العيب بتاعه قبل مميزاته، هتنسى اصلا الفطرة الطبيعية اللي انت جاي بيها، هتنسى اصلك، هتنسى طبيعتك اللي ربنا خلقك عليها، اللي ربنا معلمك كل حاجة فيها. خليك حقيقي، بطل تمثل أدوار. انت أصلا جاي بتعمل أدوار، فمش طالبة تحط كمان على نفسك دور تمثله. خليك طبيعي، خليك بني آدم بمنتهى البساطة.